الموند، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في حال ديما. اليوم ان شاء الله هو في اطار الكيكات الخاصين بالضيافه، وفي اطار الوصفات الجديده المبتكره والحصريه والمميزه. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه من ابتكاري حصريا على قناتي والاول مره في اليوتيوب، اللي هي كيكه جبن بالزبده نوازات. سبق لي وشاركت معكم بزاف ديال الانواع ديال الكيكات ديال الجبن، منهم كيكه جبن بالحامض اللي نالت اعجاب بزاف ديال المتابعين، بزاف ديال الناس جربوها، وبزاف ديال الناس ولات عندهم هذه الكيكه معتمده. كذلك كيكه جبن والقرعه الحمراء، وبزاف ديال الكيكات شاركت من هذا النوع هذا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيكه ديال الجبن، ولكن بالنكهه والمذاق ديال الزبده نوازات. الزبده نوازات اللي المذاق ديالها كيعجبنا كاملين، كتكون عندها نكهه خاصه اللي هي نكهه ديال النوازات او النكهه ديال القلي. كتشوفوا الكيكه كي كتجي غزاله، هذه ماشي طورطه معمره، هذه كيكه فقط لا غير. كل شيء كيتصوب فيها دقه وحده، كتدخل الفران كطيب كلها دقه وحده، ما فيهاش طياب ديال الطبقه الاولى ولا الطبقه الثانيه. كيكه كتصوب عادي وكتدخل الفران باش في الاخير كتعطيكم هاد التحفه الفنيه اللي كتجي رائعه. شفت العين كتبان كانها طورطه، كتجي غزاله وكتبان بحال معمره من الداخل. هي هكذا كتكون رائعه بامتياز. من التحت كتجي طبقه صابلي، من الوسط طبقه غنيه وكريميه كتجي فوندونت معلكه من الداخل. بشوفت العين كتبان بحال معمره بشي كريمه، وهي راه ما معمراش هكذاك طيبه. ومن الفوق تتجي بطبقه مقرمشه كتكون بحال مورانغ، وهي راه ماشي مورانغ. يعني هذا السحر، هذا الكيكه غريبه عجيبه، لا في طريقه التحضير ولا في الشكل النهائي ديالها اللي كيكون كي كتشوفوا كتكون مقرمشه ومعلكه وصابلي في نفس الوقت. كاع هاد القوامات مجموعين فيها بمذاق كتجي كتحمق شهوه منها، رائعه بامتياز. والمكونات ديالها ما غاليينش وماشي شي حاجه صعيبه بزاف. كتجي غزاله للضياف، للمناسبات، للاعياد، في النهار الكبير بغيتوا تحمروا وجهكم قدام الناس، بقوا معايا ان شاء الله حتى الاخير ديال الفيديو باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير كيكه الجبن بالزبده نوازات. اول مرحله في تحضير هذه الكيكه ديال الجبن الكريمي هي الخدمه ديال لا باز التحتانيه، اللي كتكون عباره على كيك او لا كيك سابلي. بالنسبه لهاد الطبقه هذه غادي نحتاج عندي هنايا في زلافه قياس 400 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات نوع ممتاز. غادي نزيد عليه قياس واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه بهذا القياس، 110 غرام ديال الزبده نوازات. الزبده من اصل حيواني من نوع ممتاز، دوبتها وحمرتها هكذا على شكل نوازات. كتحمروها وردوا البال ملي تكونوا كتحمروا في الزبده، ما تحرقوهاش باش كتعطيوها مذاق نوازات كيجي رائع، كيجي غزال بزاف. وهنا عندي هذاك الحليب ديال هذيك الزبده، من بعد ما تحمر كيجي اللون ديالو هكذا ما محروقش ولكن محمر. من بعد ما صفيت الزبده خديت هاد الحليب حتى هو غادي نزيدو، هو اللي غادي يخدم كمنكه بالاضافه للنكهه ديال الزبده اللي كتكون نوازات. وغادي نخدم هاد الدقيق مع الزبده حتى ينسجموا مع بعضياتهم غير بون ماريس اولا سباتول. من بعد ما خدمت الخليط حتى ولا مرمل هكذا كيجي مرمل، غادي نزيد 30 غرام ديال السكر كلاصي اولا السكر ثقيل. وعندي هنايا 2 حبات ديال البيض من حجم كبير، غادي ندير وحده بوحده. وغادي نعاود نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كتحصلوا على عجين. كتخدموا يا اما بماغيس او لا بيديكم، تقدروا تخدموا بيديكم الا بغيتوا تحكموا مليح العجينه باش كتحصلوا على عجينه كتكون هكذا كرامبلي اولا مرمله بحال الشكل ديال الصابلي. غادي ناخذ هاد لاباز ديال الكيك سابلي وغادي نديرها في اطار او لامول. بالنسبه للمكونات اللي شاركت معكم اليوم ان شاء الله كيصلحوا لاطار او لامول من قطر 24 سنتيم. كيجي هو هذاك القياس ديال الكيكه، كتجي متوسطه في العلو، ما كتجيش غليظه بزاف وما كتجيش ثاني رقيقه بزاف. غادي نخوي هذا الخليط كقاعده لهذا الكيك، وغادي نحاول انني نسرحه هكذا، وناخذ شي كاس اولا غادي ناخذ هذا الكاس اللي كنت دايره فيه سكر كلاصي، هو باش غادي نضغط على هذه القاعده هذه باش تاخذ مضاعف المول. وحاولوا الله يعطيكم الستر كي تكونوا كتقادوا في هذه الكيكه هذه وكتضغطوا عليها بالكاس، ما تضغطوش عليها بزاف وتبريسيوها وتزيروها بزاف، خليوا ليها الجهد فين تجي مرمله وهشيشه.
من بعد ما فينيت القاعده او لا باز ديال هذا الكيك هذا بهذا الشكل، كتفينوا له القاع ديالو وحتى الجناب ديالو كتفينوهم وتحفوهم هكذا. غادي نخلي هذه الكيكه اولا هاد لا باز هذه على جنب وندوز باش نصاوب الحشوه ديال الجبن اللي غادي تجي فيها. بالنسبه للطبقه الثانيه في هذه الكيكه هذه شخصيا غادي نخدمها في الكاس ديال العجانه. عندكم عجانه خدموا فيها، ما عندكمش كتخدموا بالطراب الكهربائي في شي زلافه. غادي نحتاج هنا عندي جبن كريمي. شخصيا غادي نخدم فيلادلفيا، كتخدموا اما بفيلادلفيا او لا بريزيدون او لا اي نوع من انواع الاجبان الكريميه اللي نتوما كتخدموا بها او اللي عزيزه عليكم. حاجتي هنا بقياس 226 غرام ديال الجبن الكريمي. انا غادي نحل هاد البواطه هذه. ملي كتحلوا البواطه ديال الجبن الكريمي كتحاولوا انكم تحيدوا هاد الماء اللي كيكون معزول الفوق، كتصفيوه مليح، عاد كتعبروا قياسكم ديال الجبن 226 غرام. وضروري هذا الجبن الكريمي قبل ما تخدموا به الله يعطيكم الستر يكون بدرجه حراره المطبخ، ما يكونش بارد، تخدموا به نيشان من الثلاجه. غادي نزيد على هذا الجبن الكريمي قياس 370 غرام ديال السكر كلاصي. ما تخافوش من كميه السكر لانه لا باز ديال الصابلي اللي صوبت معكم قبل كتجي تقريبا مسوسه. كميه دقيق بالمقارنه مع ديك 30 غرام ديال السكر كلاصي كتجي لا باز مسوسه. باش تقادوا توازنوا الذوق كديروا 370 غرام ديال السكر كلاصي. انا غادي نغربلو باش نحيد منه هاد الكويرات اللي فيه. 2 معلقات كبار ديال ليكستري فاني. الا ما عندكمش هاد الفاني اللي كتكون هكذا سائله كتعوضوهم ب4 ساشيات ديال السكر الفاني، شويه ديال الملحه. وغادي ناخذ هاد المكونات غادي نطربهم في العجانه غير بالطراب، ما ديروش العجانه، كديروا الطراب وكطربوا هاد المكونات حتى كينسجموا مع بعضياتهم كيولوا على شكل كريمه. من بعد ما طربت المكونات على سرعه متوسطه حتى ينسجموا بهذا الشكل، في هذه المرحله غادي نزيد عليهم الزبده. غادي نحتاج 113 غرام ديال الزبده من اصل حيواني من نوع ممتاز. دوبتها هكذا على شكل نوازيت وخليتها حتى خدات درجه حراره المطبخ. ملي كتذوبوا الزبده كتخليوها كتحمر حتى كتولي نوازيت، وكتصفيوها من هذاك الحليب اللي فيها. داك الحليب اللي كيتحمر فيها هو اللي خدمت به كمنسم في لا باز اللي صوبت في الاول. ضروري انكم ملي تذوبوا الزبده وتصوبوها على شكل نوازيت انكم تخليوها حتى كتاخذ درجه حراره المطبخ، ما تخدموش بها وهي في الحاله السائله. غادي نرجع عاود العجانه على سرعه متوسطه، نعاود نطرب المكونات حتى كتنسجم الزبده مع الجبن الكريمي. خليت المكونات تطربوا مع بعضياتهم مليح تقريبا 1 دقيقه ديال الوقت. وغادي نزيد البيض. هنا عندي قياس 2 بيضات بدرجه حراره المطبخ حجم كبير. غادي نبدا نزيد بيضه ببيضه. غادي نزيد هاد البيضه الاولى، غادي نخدم العجانه على سرعه متوسطه ونخلي هاد المكونات كيتعجنوا تقريبا دقيقه. من بعد غادي نزيد البيضه الثانيه ونطرب المكونات تقريبا 1-2 ديال الدقائق حتى كتحسوا بالخليط انه بدا كيتهوى. غادي نجيب لا باز، غادي نخوي هاد الخليط كامله في القلب ديال هاد العجينه، وغادي نحاول انني نسرحها هكذا. معليش الا فات الحاشيه ديال هذيك لا باز اللي لتحت ديال البسكويت ماشي مشكل. نتوما المول باش غادي تخدموه اولا الاطار كتلبسوه بورق الطهي. خدمتو باطار بحالي كتلبسوه بورق الطهي وكدهنوا له الجناب ديالو. خدمتو بمول راه كتلبسوه بورق الطهي من القاع ومن الجناب كذلك. انا هذا ما كنضطرش انني ندير له ندهنو من الجناب حيت ما كيلصقش. صلاندي غادي ناخذ هاد الاطار هذا نضربو شويه مع لو بلون دو طرافاي حتى الا كاينين شي فقاعات، بما انه الكريمه مخدومه مليح فغادي نضربو شويه. الا كاين شي فراغ يحيد. قبل ما نبدا التحضير ديال الكيكه سبق ليا وسخنت الفران على درجه حراره 320. خليته كيسخن مليح من الفوق ومن التحت. غادي ناخذ الكيك نديرو في الرف الوسطاني، نطفي شويه من الفوق ونخلي شاعل عليه غير لتحت حتى كيطيب. كياخذ تقريبا من 45 دقيقه حتى لساعه على حسب كل واحد والفران اللي عنده. نتوما بطبيعه الحال كتراقبوه كيكون كيطيب. ملي كتشوفوا الكيك طلع وتنفخ وتحمروا له الجناب ديالو الصلاه عنبي كتطفيو عليه لتحت، كتهبطوا الكيكه لتحت وكتشعلوا عليها شويه الفوق. غير بمجرد ما كتاخذ لون مذهب كتطفيو عليها. الكيكه من بعد ما طابت كيجي الشكل ديالها هكذا. خدات لي في الفران بالضبط ساعه
بالحساب. تجي هكذا كتلعب. ملي كتحركوها ضروري انها تكون كتحرك هكذا باش تشوفوا مزيان. غادي ندور المول من هنا، شوفوا من هاد الجهه باش يبان لكم القوام. كتجي بحال الشكل ديال تشيز كيك، كتحرك. هي راه طيبه، ماشي تشوفوها هكذا كتحرك وتقولوا راها خضراء، لا راها طيبه، غير هي كتكون هكذا كريميه. غادي نخلي هاد الكيكه هذه حتى كتبرد وكتاخذ درجه حراره المطبخ، كتخليوها على خاطرها. من بعد كتغطيوها بشي سربيته تكون نقيه وكتخليوها في الكوزينه. كان الجو بارد بحال دابا الجو بارد، غادي نغطيها مني تبرد بسربيته وغادي نخليها غير في الكوزينه تبات ليله كاملها حتى لغد ليه ان شاء الله عاد نقدر نسربيها. هاد الكيكه خصها ترتاح ليله مزيانه بالنسبه للناس اللي عندهم ضيافه وبغاو يصوبوا كل شيء قبل بنهار باش يربحوا الوقت، فكتصوبوها بنهار وكتخليوها ليله ترتاح حتى لغد ليه عاد كتسربيوها كتكون موجوده. بالنسبه للناس اللي غادي يصوبوها في الحال سخون، من بعد ما كتخليوها كتاخذ درجه حراره المطبخ كتغطيوها بسربيته وكتدخلوها للثلاجه وكتخليوها ترتاح ليله كاملها. لغد ليه ملي كتبغيو تسربيوها كتخرجوها من الثلاجه قبل بساعه حتى كترجع للحاله الكريميه ديالها وكتزينوها بالصحه والراحه. من بعد ليله كاملها ارتاحت الكيكه، كتشد راسها. ملي كتقيسوها من الجناب ما كتبقاش هكذاك مطلوقه ومرخيه، كتشد راسها كترتاح وكتجمع وكتشوفوها كتبدا هكذا. وقت ما بوجيتوها ولا قستوها كيوقعوا فيها هاد التشققات، لانه هاد الطبقه هذه كتجي مقرمشه فحال مورانغي اولا فحال مورانغ، وهي ما فيها لا مورانغ لا والو، غير طريقه الخدمه هي اللي كتخليها كتجي من الفوق هكذا مقرمشه. شكل نهائي ديال كيكه الجبن بالزبده نوازيت. من بعد ما كتزينوها بطبيعه الحال طريقه التزيين كترجع لكم، كتزينوها باش ما بغيتوش خصيا كنرشها غير رشه خفيفه ديال السكر كلاصي سبيسيال باش كيبقى تابع الوجه ديالها، ما كيفزاق ما كيطرالو حتى شي حاجه. وريضات اولا دي بيتال ديال الورد البلدي والورد الرومي اللي كيكون مونجابل قابل للاكل، كيتباع الناس كيبيعوا لوازم الحلويات. كتزينوها كما بغيتو كتقدموها بالصحه والراحه. كيكه ديال الضيافه بامتياز. كتشوفوا كيكه فيها 3 ديال الطبقات، طبقه صابلي لتحت وطبقه كريميه الوسط وطبقه مورانغي الفوق. وهي راه كيكه وحده مخدومه من اسهل ما يكون بطريقه بسيطه بمكونات اللي بساط، وحتى طريقه طياب بسيطه باش كتعطيكم هاد التحفه الفنيه اللي يكونوا على يقين اللي داق عندكم هاد الكيك غادي يبقى حل فمو بكثرت ما كيجي بنين، وغيطلب لكم مكونات وطريقه تحضير بكثرت ما تيجي رائع. شي حاجه الخوار. المذاق ما نعاودش لكم على المذاق، كنا كنعرفوا الزبده نوازيت المذاق الزوين والريحه الزوينه اللي كتكون فيها مع الفاني، وبالخصوص الا كانت نوعيه زوينه، ومع المذاق الكريمي ديال الجبن تحفه فنيه. الناس اللي غيجربوا هذه الوصفه غترحموا لي الوالدين، ومتاكده مليار في المية غادي يوصلوني عليها بزاف ديال التطبيقات وبزاف ديال التعاليق ديال الشكر وديال الثناء. الطبقه اللي لتحت بقوام صابلي، الطبقه الوسطانيه بقوام كريمي، كتبان لكم هذيك الكريمه هكذاك مطلوقه. هذاك غير الجبن ملي كيكون المزج ديالو مع هذيك الكميه ديال السكر ثقيل كيجي هكذا بقوام كريمي رائعه. وهذيك القشره من الفوق اللي كتجي مقرمشه فحال شكل ديال مورانغ، هذاك بسبب طريقه الخدمه ديال هاد الكيك هذه اللي شاركت معكم هي اللي كتخلي هذيك الطبقه من الفوق كتجي فيها مورانغي. نتمنى من الناس اللي غادي يجربوا هاد الوصفه يردوا عليا الخبر في التعاليق، رغم انني متاكده مليار في المية غادي توليو مدمنين عليها ومعتمده عندكم في طبيلاتكم، سواء الضيافه اعياد مناسبات او لا غير فاميليه مع بعضياتكم. ما بقى نقول لكم بالصحه والراحه. الى عجبتكم الوصفه ديال كيكه الجبن بالزبده نوازيت ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. الناس ما مشاركينش معايا في القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا الف شكر، نتلاقى بكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. على بروشين، تشاو.